السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جيم الوحدة التاسعة. طيب زي ما عملنا قبل كده وزي ما اتعودنا هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف الرابط ده موجود فيه شرح قاعدة الوحدة التاسعة بالكامل. دلوقتي نبدأ مع بعض شرح أسئلة اليونت. طيب السؤال الأول بيقول هنا writing of films needs special skills. هنا بيقول كتابة إيه يعني للأفلام بيحتاج مهارات خاصة. طالما قال لك هنا كلمة فيلم يبقى بتكتب نص أو سيناريو اللي هو اسمه سكريبتس، فهنا عايز يقول كتابة النص اللي هي سكريبتس. طيب بعد كده السؤال اللي بعده بيقول هنا the which the actors are wearing are wonderful. بيقول يعني الحاجة اللي الممثلين بيلبسوها بتكون جميلة جدا. بيتكلم هنا عن الزي التنكري. طيب كلمة زي تنكري دي اسمها costumes، فهنا بيتكلم عن الزي اللي الممثل بيرتديه، فأقول له هنا the costumes. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا I like walking. أنا بحب المشي along the Nile بطول النهر أو بطول النيل to see the beautiful علشان إن أنا أشوف إيه بقى الجميلة. بحب أمشي بطول النيل لكي أرى، عايز يقول المناظر الجميلة. منظر طبيعي ده اسمه سيناري، فالإجابة هنا هتبقى سيناري. بحب أتفرج يعني على المناظر الجميلة على النيل. طيب بعد كده بيقول a or an is a person who paints or draws for a job. طيب بيقول الشخص بقى اللي وظيفته إن هو يرسم أو يلون كوظيفة يعني. طبعا ده الرسام أو الفنان. طيب كلمة رسام أو فنان دي اسمها artist، فأقول له هنا artist. يبقى هنا بيتكلم على الوظيفة نفسها اللي هو الفنان يعني، فأقول له artist. اللي بعده هدى is good at make up. طيب هدى بتكون جيدة فيه، عايز يقول طبعا عمل المكياج. طيب make up بيجي معاها do، فهنا أقول له good at doing make up. دي من الكلمات اللي لازم تكون حافظها يعني. السؤال اللي بعده نكمل مع بعض. بيقول هنا means اللي معناه art made from stone or wood that look like people, animals or other things. طيب بيتكلم هنا عن نوع من الفن بيتعمل يعني من الحجر أو الخشب وبيبدو زي الإنسان أو الحيوان أو أي شيء آخر. طبعا ده بنسميه المنحوتات أو التماثيل. المنحوتات دي اسمها sculpture، فهنا أقول له sculpture اللي هو طبعا منحوت. بعد كده بيقول is the art of writing beautifully with special pens. برضه بيقول الفن أو فن الكتابة يعني اللي بيتم بيه استخدام أقلام خاصة. طبعا ده فن خط اليد اللي هو طبعا calligraphy. بعد كده بيقول هنا I made many new friends in the club. بعد كده بيقول they love acting like me. طيب أنا عندي أصدقاء كتير. بيقول هنا يعني كونت أصدقاء كتير في نادي الإيه، هم كمان بيحبوا التمثيل. خلي بالك كلمة acting طالما تمثيل يبقى ده في نادي الدراما اللي هي طبعا دراما كلاب. السؤال اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيقول هنا is the art of making objects like balls and vases out of clay. طيب بيقول الفن اللي بيتم فيه صناعة أشياء زي الطباق والزهرية يعني من طمي النيل أو الصلصال. طبعا ده الفخار اللي هو اسمه بوتري، فأول إجابة بوتري. السؤال اللي بعده بيقول هنا my sister أختي likes playing musical بيقول إن أختي بتحب العزف على، عايز أقول لك الآلات الموسيقية. طيب إحنا قلنا آلات موسيقية دي اسمها musical instruments، فأقول له هنا instruments. اللي بعده بيقول هنا the children spend their Saturdays watching on TV. بيقول الأطفال بيقضوا يومهم يعني في مشاهدة إيه بقى على التلفزيون. طيب هو طبعا عايز يقول الأطفال بيتفرجوا على كرتون. الكرتون دي اسمها كرتونز، خلي بالك اللي هي دبل او، اوعى تغلط. طيب بعد كده نكمل مع بعض. السؤال اللي بعده بيقول هنا my grandma was good at fine clothes. بيقول ان تيتا يعني كانت جيدة في، عايز يقول طبعا خياطة الملابس. طيب الخياطة دي اسمها sewing. اللي بعده بيقول هنا سلمى is very happy because she is going to in a play next summer. خلي بالك بقى سلمى مبسوطة جدا علشان هي عايز يقول لك هتمثل في مسرحية. خلي بالك كلمة a play الكلمة دي هنا معناها مسرحية، هنا اسم بمعنى مسرحية.
يبقى هتمثل في مسرحية الصيف اللي جاي. طيب كلمة يمثل دي اسمها act. اللي بعده بيقول هنا My friend is the best not drawing. He can make the most beautiful pictures. خلي بالك بيقول صديقي بيكون عايز يقول ان هو افضل او الافضل في الرسم، هو بيقدر يرسم صور جميلة جدا. طيب the best دي صيغة التفضيل من كلمة good بيجي معاها good at، فأنا أقول له the best at، كويس يعني في الرسم. بعد كده I am interested in seeing art by Egyptians from the 20 and 21st. عايز يقول طبعا القرن العشرين والواحد وعشرين. بيقول أنا مهتم برؤية الفن المصري من خلال أو من الفترة في القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين. كلمة قرن يعني سانشوري، جمعها بقى IES في الآخر، فبنقول centuries. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيكون في عندنا جزء الأسئلة الخاصة بالقواعد. طيب زي ما قلت لك هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف شرح القاعدة بالكامل. نبدأ مع بعض شرح أسئلة القاعدة. السؤال الأول بيقول هنا نقط You know how to do any types of art. طيب ده سؤال، خلي بالك عندنا مصطلح اسمه know how to، ده تعبير بعبر بيه عن القدرة. كلمة know how to لما أحب أسأل عنها بسأل عنها يا إما بدو يا إما بدز على حسب الفاعل. you هنا فاعل جمع، يبقى هتقول do you know how to. أنت لازم تحفظ التركيبة على بعضها. طيب اللي بعده بيقول هنا she is able not her bedroom don't help her. نفس الكلام برضو، خلي بالك عندنا مصطلح تاني اسمه is able to زائد المصدر. تعبيرات القدرة دي انت عندك 3 تعبيرات بتحفظهم، كل تعبير بالتركيب بتاعه. يعني is able بيجي وراها to المصدر، هي بتكون قادرة انها ترتب غرفتها، يبقى to tidy to زائد المصدر. اللي بعده بيقول I not swim very quickly I am the best swimmer. طيب خلي بالك بقى ترجم، عايز يقول انا بكون قادر ان انا اسبح بسرعة، انا يعني الافضل في السباحة. طيب عايز حاجة تعبر عن القدرة، خلي بالك بقى هنا able to مش هتنفع عشان مفيش am، احنا قلنا لازم يجي قبلها am، ودونت مش هتنفع عشان هو بيقدر يعوم، وكانت برضو مش هتنفع. انا عايز اقول هو يستطيع، فاقول له I can swim، انا اقدر اعوم. طيب بعد كده بيقول بدر is not paint well. نفس الكلام، انا عندي هنا في حاجة مهمة جدا، بدر is التركيبة بتاعتها اللي هي able to زائد المصدر، يبقى is نقط، يبقى اقول له able to وهو مديني الفعل في المصدر اللي هو paint، بيقدر يرسم كويس. Do you know how not a computer. احنا قلنا know how ده تعريف كده اسمه know how to المصدر، بتعبر عن القدرة، هل انت تقدر انك انت تستخدم الكمبيوتر، يبقى الناقص عندي هنا to use. واللي بعده بيقول هنا I am not to start work tomorrow. خلي بالك بقى لما تلاقي كلمة am أو is أو are اعرف على طول إن عايز بعدها able to زائد المصدر. طيب هنا am موجودة وهو جايب لي to والمصدر، اوعى تتلخبط، فهنا هتجيب إيه؟ able بس اللي هنا ناقصة، يبقى I am able to. بعد كده بيقول does عمر not how to write a script. طيب خلي بالك بقى احنا عندنا تركيبة هي اسمها إيه؟ does know how to. طيب خلي بالك كلمة does أو do بيجي وراها الفعل في المصدر، المصدر بقى اللي هو know، اوعى تتلخبط بدون أي إضافات، يبقى does عمر know how to. اللي بعده بيقول هنا my father knows how not his car himself. بابا يعني بيعرف إنه أو بيقدر إنه، عايز يقول هنا يصلح العربية. إحنا عارفين إن knows how بيجي وراها to المصدر، فهتقول لي to repair. السؤال اللي بعده بيقول هنا I not lift this box it's too heavy. هو تقيل جدا، عايز يقول انا مش هقدر ارفع الصندوق ده لانه تقيل جدا. طيب هنا عايز اعبر عن عدم القدرة، خلي بالك بقى doesn't know ما تنفعش مع I اصلا، و don't know عايزة how to، و isn't able to ما تنفعش لان الفعل عندك هنا I، ما ينفعش اقول معاه isn't. الصح ان انا اقول I can't، يعني انا مش هقدر اشيل الصندوق ده علشان هو تقيل جدا. طيب بعد كده بيقول اسماء نقط to play chess. طيب خلي بالك بقى هو هنا عايزك تقول knows how to. ليه بقى؟ لأن أسماء هنا فاعل مفرد، المفرد بنضيف للفعل اس المضارع البسيط، فهنقول knows how to، أسماء تقدر إنها تلعب شطرنج. طيب بعد كده نكمل مع بعض، بيكون عندنا جزء مهم جدا وهو طبعا الجزء الخاص بسؤال correct. السؤال الأول can your brother نقط some photographs. خلي بالك بقى احنا قلنا إن كلمة كان بيجي بعدها الفعل في المصدر، يعني هترجع الفعل ده للمصدر بتاعه اللي هو take، خلاص كده، فكان your
take. السؤال اللي بعده you not leave this country with a passport. عايز يقول هنا انت بتقدر انك انت تغادر البلد بجواز السفر. طيب احنا عارفين ان كلمة able to دي تركيبة على بعضها، يا اما يجي قبلها يا is يا are على حسب الفاعل. you هنا فاعل جمع، فالصح انك تقول are able to. انت يعني تقدر انك تغادر طالما معاك جواز السفر، يبقى هنا اقول له are ولازم بقى تكتب able to بعدها برضو، بتعبر عن القدرة، يبقى are able to. اللي بعده بيقول هنا مريم doesn't know how نقط an email. احنا قلنا ان الفورميشن ده اللي هو doesn't know how بيجي وراه to المصدر، فدي سهله كده، اوعى تتلخبط. حد بيقول لي يا مستر ما هو الفعل في المصدر اهو، انت لازم تكتب to. خلاص كده يبقى know how to write to زائد المصدر. اللي بعده بيقول لي after 2 years in China he نقط speak Chinese well now. طيب بعد سنتين في الصين هو عايز يقول بقى قادر انه يتكلم، فعشان انا اقول can't لكن هقول he can speak. قعد سنتين فهو بيقدر يتكلم صيني كويس. اللي بعده بيقول هنا نقط to climb the mountain. برضو ده سؤال، خلي بالك بقى السؤال بيبدأ عندي بفعل مساعد او أداة استفهام. كلمة able الفعل المساعد بتاعها يا is يا are على حسب الفاعل، زي الجمع فانت هنا هتقول are الاول وبعدين الفاعل اللي هو زي وبعدين able وهو جايب لك to المصدر. هل هم قادرين ان هم يتسلقوا الجبل؟ are they able to. واللي بعده بيقول he نقط how to read، قال له he needs some help. خلي بالك برضو هو هنا عايز ينفي بس كلمة know how to بنفيها يا اما بدونت يا اما بدازنت. الفعل مفرد يبقى هيجيب doesn't، يبقى he doesn't وبعدين بقى احط بعدها know وهو جايب لي how to المصدر، يبقى doesn't know how to read. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. طبعا أهم حاجة إنك تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا، بيعرفك المحادثة بتتكلم عن إيه. طيب المحادثة بتاعتنا بيقول هنا أسامة and Islam are talking about their plan for the next week. طيب أسامة وإسلام بيتكلموا مع بعض عن خطتهم بقى في طبعا الأجازة اللي جاية أو عطلة نهاية الأسبوع. فأسامة بيكلم إسلام وبيسأله، بيقول له هنا where are you going to spend your weekend؟ يعني هتقضي الويك اند بتاعك فين؟ الأجازة اللي جاية هتقضيها فين؟ طبعا أنا ما أعرفش، لازم بقى هنا تكمل علشان تعرف. طيب خلينا نكمل كده. إسلام قال له على حاجة، قال له great وسأله سؤال. إجابة السؤال ده قال له the museum of modern Egyptian art is in Cairo. خلي بالك بقى بيقول إن متحف الفن المصري الحديث في القاهرة، يبقى هو هيقضيها فين؟ في المتحف ده، يبقى دي الإجابة رقم 1. خلاص كده تقدر تكتب I am going to go. خلي بالك انت ملتزم بزمن السؤال، زمن السؤال going to والمصدر يبقى ده مستقبل، هتقضي الأجازة اللي جاية فين، فانت برضو مطالب انك تكتب I am going to وبعدين go to وتكتب بقى the museum of modern، تكمل بقى من الإجابة اللي تحت. يعني معناها ان انا هأذهب إلى متحف طبعا الفن الحديث، يبقى the museum of modern كمل فوق هنا Egyptian art. انت بتنقل اسم المتحف ده من الإجابة اللي تحت. خلاص كده يعني هروح المتحف ده، يبقى دي الإجابة رقم 1. طيب بعد كده أسامة رد عليه وقال له رائع وسأله سؤال. إجابة السؤال كانت إن المتحف ده موجود في القاهرة. طيب ده مكان، يبقى هو بيسأل عن المكان. لما تيجي تسأل عن المكان بتسأل بوير اللي هي معناها أين، فهنكتب هنا وير والفعل المساعد هنجيبه من الإجابة اللي هو is. طيب أنا بسأل عن المتحف ده غير عاقل فهقول at، يبقى where is it، فين هو يعني؟ قالوا في القاهرة. طيب بعد كده أسامة سأل سؤال did you visit it before؟ هل أنت زرته من قبل؟ did في أول السؤال معناها هل، يبقى هجاوب yes or no. قال له هنا what do you think about it؟ إيه رأيك فيه؟ يبقى هو راحه فيقول له yes كما واليو بتتحول إلى I وطبعا did هتنزل زي ما هي، فهنا أقول yes I did، أيوة يعني رحته. طيب قال له هنا سؤال what do you think about it؟ إيه رأيك فيه؟ طبعا هتقول أي رأي كويس، ممكن تقول مثلا it is وأي صفة كويسة، تقول it's great المكان ده رائع، أو تقول مثلا it is wonderful يعني هو جميل أو رائع. خلينا نقول it's wonderful المكان ده جميل يعني. طيب أسامة في الآخر سأله سؤال كانت إجابته sure بالطبع you can come with us، طبعا تقدر تيجي معانا،
يبقى هنا بيسأله هل أقدر أجي معاكم؟ طيب هجيب السؤال هنا من الإجابة اللي هو كان، وبعدين يو بتتحول برضو في السؤال إلى I، هل أنا أستطيع؟ وأكمل بقى أقول come with، وأس هتتحول في السؤال إلى يو، هل أقدر إن أنا أجي معاكم أنتوا بقى؟ فأقول can I come with you. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما اتعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الأول والتاني. طيب بيبدأ معايا بسؤال listen، سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان، ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ انك تختار الإجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في آخر الكتاب فبتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده. اقرا النص على مهلك وابدأ اختار الإجابات اللي قدامك دي، وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. طبعا اهم حاجة انك انت تقرا المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. خلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا، السطر ده بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه. طيب المحادثة بتاعتنا بيقول هنا عماد and أيمن are talking about art. طيب عماد وأيمن الاتنين بيتكلموا عن الرسم. خلينا نشوف كده. عماد بيكلم أيمن وبيسأله سؤال، بيقول له هنا what subjects do you like أيمن؟ ايه المواد اللي انت بتحبها؟ طيب احنا عرفنا من السطر اللي فوق ان هي الارت، ولكن كمل برضو علشان تتأكد. أيمن قال له حاجة، عماد سأل سؤال كان إجابته yes I can draw and paint. أيوة بقدر أرسم. يبقى أكيد هنا أيمن بيقول له art اللي هو الرسم. طيب أول إجابة هيقول له I like art، أنا بحب يعني الرسم. طيب هنا عماد هيسأل سؤال اللي هو كان إجابته yes I can draw، أيوة بقدر أرسم. طيب الإجابة هنا بدأ بيس، يبقى ده سؤال بهل. هل زي ما اتعودنا بنجيبها من الإجابة، هل أنت بتقدر ترسم؟ يبقى يقول له can، وبعدين الآي بتتحول ليو can you، ويكمل بقى على طول ويقول له draw and paint. كمل من الإجابة can you draw and paint، قال له في الإجابة أيوة أنا بقدر أرسم يعني. يبقى دي السؤال التاني. طيب عماد هنا سأل سؤال كمان إجابته كانت I like to draw sceneries. بيقول أنا بحب أرسم طبعا المناظر الطبيعية، يبقى بيسأله عن الحاجة اللي بيحب يرسمها. طيب ما أو ماذا دي اسمها what، عايز يقول له what do you like to draw، إيه يعني اللي أنت بتحب ترسمه. فعل مساعد هنا do لأن الإجابة فيها الفعل في المصدر اللي هو like، وبعدين الفاعل، وبعدين الفعل تاني في المصدر، وبعدين أقول له to draw. what do you like to draw، الحاجة اللي أنت بتحب ترسمها. طيب بعد كده عماد سأل سؤال كمان well do you like nature، هل أنت بتحب الطبيعة؟ فطبعا هيقول له yes I like أو yes I do. يبقى نقول yes زي ما اتعودنا بقى كوما، واليو بتتحول إلى I، وطبعا do هتنزل زي ما هي. طيب بعد كده عماد قال له what else do you like to draw، ايه الحاجات التانية اللي انت بتحب ترسمها. طيب بتحب ترسم ايه كمان يعني. هنا تقدر تكتب اللي انت عايزه plant tree، تقول مثلا animals الحيوانات and people والناس والاشخاص يعني. ولو عايز تقول اجابة كاملة هتقول I like to draw، انا بحب ان انا ارسم animals and people، دي اجابة كاملة. ولو كتبت اجابة مختصرة صح برضو. طيب بعد كده عندنا سؤال اختياري. السؤال الاول بيقول هنا نقط is a period of 100 years. طيب الفترة اللي هي بتكون خلي بالك بقى 100 عام، 100 سنة دي اسمها قرن، قرن اللي هو century، فالإجابة هنا تبقى century يعني قرن. اللي بعده the students at school are not ready for the end of year party. طيب عايز يقول إن الطلاب في المدرسة بيكونوا مستعدين أو جاهزين يعني لحفلة نهاية العام. طيب كلمة جاهز أو مستعد دي اسمها get ready، فأختار هنا getting ready. اللي بعده بيقول children like to wear not clothes they are bright. الأطفال بيحبوا إن هم يلبسوا ملابس إيه؟ هي بتكون يعني زاهية. خلي بالك بقى دي ملابس طبعا ملونة colorful. طيب بعد كده بيقول هنا you don't have to pay for this pen it's not. أنت مش مضطر إنك تدفع للقلم ده. it's إيه؟ هو بيكون إيه؟ طالما مش هتدفع يبقى هو مجاني. طيب كلمة مجانا دي اسمها free، ببلاش يعني، فهنا أقول له free. السؤال اللي بعده بيقول هنا the art museum includes sculptures نقط and paintings. بيقول إن متحف الفن الإسلامي بيشتمل على منحوتات وإيه كمان ولوحات. طيب الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي اللي هي طبعا pottery اللي هي معروضات فخارية. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا which restaurant do you not for me،
عايز يقول أي مطعم اللي أنت عايز يقول لك هنا يعني بترشحه لي. كلمة يوصي أو يرشح دي اسمها recommend، فأقول له recommend for me، المطعم اللي أنت بترشحه لي يعني. بعد كده in summer I go to my village and enjoy the نقط. في الصيف أنا بأذهب إلى قريتي وبستمتع بإيه؟ طبعا القرية فيها طبعا منظر طبيعي، منظر الطبيعي ده اسمه scenery، فأقول هنا the scenery. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا he is amazing he not speak 5 languages. طيب هنا بيقول هو مدهش، عايز يقول لك هو بيقدر يتكلم 5 لغات. طالما هو مذهل يبقى يستطيع، هنا عايز حاجة تعبر عن القدرة، كانت هنا ما تنفعش دي نفي. أنا عايز هنا أقول هو بيقدر يتكلم 5 لغات، اللي ينفع عندي knows how to، دي كده مظبوطة. able to عايز قبلها is ما تنفعش برضه. اللي بعده بيقول هنا she is 7 years old، هي بيكون عندها 7 سنوات. but ولكن she not to read yet. خلي بالك بقى، طالما في but يبقى في تناقض، عندها 7 سنين ولكن هي ما بتقدرش تقرأ حتى الآن، يبقى عايز هنا حاجة تعبر عن عدم القدرة. وعندي to كانت ما تنفعش وكان ما تنفعش برضو ولا could تنفع، لأن دول ما بيجيش وراهم to. الصح إن أنا أقول isn't able to، لا تستطيع أن تقرأ. طيب بعد كده بيقول don't worry about me، لا تقلق. I can not care of myself. سهلة جدا، قلنا كلمة كان بيجي وراها الفعل في المصدر، ما تقلقش أنا أقدر أعتمد على نفسي. المصدر هنا اللي هو take، الفعل يعني بدون إضافات. طيب بعد كده نكمل مع بعض، بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الأول بيقول داليا كان نقط make up very well. طيب احنا قلنا ان كان بيجي وراها الفعل في المصدر، فهنا الفعل بدون اضافات يبقى كان دو، بتقدر ان هي تعمل make up. بعد كده منى نقط speak French. طيب هنا كلمة able لازم اجيب التركيبة كاملة بقى. منى هنا دي فاعل مفرد يبقى هجيب is الأول وبعدين able بيجي وراها to المصدر، اللي موجود عندي الفعل في المصدر، فناقص هنا is وبعدين able وبعدين to. لازم تعمل التركيبة كاملة is able to speak. بعد كده he not how to play the piano. خلي بالك برضو هو جايب لك not وجايب لك no، عايز هنا نفي بقى. كلمة no لما تيجي تنفيها بتنفيها ب don't أو doesn't، هي فعل مفرد فهتستخدم doesn't وبعدين no، وهو جايب لك how to المصدر يبقى doesn't know. الإجابة بتاعتنا بقى بعده بيقول هنا نقط your brothers able to help you with your homework. خلي بالك طالما ده سؤال وموجود عندي able to يبقى لازم أسأل ب is أو are. able to بيجي معاها is أو are. طيب your brothers دي جمع، فالصح هنا إنك تستخدم are وبعدين تقول الفعل وبعدين able to زائد المصدر. طيب نكمل بعد كده، بيكون عندنا سؤال paragraph زي ما قلنا. السؤال ده إن شاء الله قريب جدا هينزل له مذكرة على القناة هنا زي ما عملنا في الترم الأول. المذكرة هتكون بصيغة PDF، كل عليك بقى إنك هتحمل المذكرة وتبدأ تذاكر من خلالها يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيكون فيه عندنا الدرس الثالث والرابع. طيب السؤال الأول بيقول هنا إيمان plays the violin in نقط. طيب إيمان بتعزف على الكمان يعني فين؟ خلي بالك الكمان دي آلة موسيقية هتعزف عليها في الأوركسترا اللي هي طبعا الفرقة الموسيقية، فأول إجابة أوركسترا. السؤال اللي بعده his brother was born نقط he couldn't see. بيقول هنا أخوه ولد إيه يعني؟ هو لا يستطيع أن يرى. خلي بالك بقى لا يرى يبقى هو كفيف، كلمة كفيف اللي هي blind، فأقول هنا blind. واللي بعده بيقول هنا my mother نقط me when I do something good. بيقول ماما عايز يقول بتحضني يعني لما أعمل حاجة كويسة. طيب كلمة يحضن دي اسمها hug، فهنا أقول hugs me تحضني. اللي بعده بيقول هنا I'm نقط of my little brother. بعد كده بيقول he always comes first. بيقول يعني أنا بكون فخور جدا بأخويا الصغير، هو دايما بيطلع الأول. كلمة فخور بيه دي اسمها proud of، فأقول هنا proud. اللي بعده بيقول the little girl نقط when the dog frightened her. بيقول البنت الصغيرة مالها بقى عملت ايه لما الكلب خوفها يعني. طبعا البنت الصغيرة لما خافت من الكلب هي عيطت بكت يعني اسمها cried، فأقول هنا cried. اللي بعده بيقول a musician needs special نقط to play music. الموسيقار بيحتاج عايز يقول يعني بيحتاج مهارات خاصة علشان يعزف موسيقى. كلمة مهارات دي اسمها skills، فأقول هنا skills. واللي بعده بيقول هنا I found an article about technology in the نقط yesterday. أنا وجدت مقال عن التكنولوجي فين بقى امبارح. المقال ممكن أقرأه في الجريدة
الجريدة اسمها newspaper، فهنا أقول له newspaper. اللي بعده بيقول هنا You can use نقط transport to go to school to save money. بيقول انت تقدر تستخدم وسائل مواصلات ايه علشان تقدر تروح المدرسة وتوفر فلوس. توفر فلوس يبقى دي وسائل مواصلات عامة اسمها public transport، فأقول هنا public. واللي بعده بيقول هنا Braille is a type of reading we can do with our A. طيب بيتكلم هنا عن طريقة برايل في القراءة. بيقول هي نوع من القراية تقدر تعمله باستخدام الإيد. الطريقة دي باستخدام الهاندز، إيدينا يعني. طيب بعد كده نكمل مع بعض. بيقول هنا نقط is someone who plays against you in a game. طيب الشخص بقى اللي بيلعب ضدك في لعبة ده اسمه المنافس أو الخصم، ده بنقول عليه rival. السؤال اللي بعده بيقول هنا try to help نقط people by solving the problems they have. يعني جرب انك تساعد الناس ذوي الاحتياجات الخاصة في حل مشاكلهم. طيب ذوي الاحتياجات الخاصة دول طبعا اسمهم disabled people، فهنا اقول disabled. السؤال اللي بعده بيقول هنا the teacher asked two students to نقط rules for the school play. بيقول المدرس طلب يعني من 2 طلاب ان هم عايز يقول لك يتبادلوا الادوار في مسرحية المدرسة. طيب كلمة بقى يتبادل الادوار دي اسمها swap rules، دي لازم تحفظها على بعضها كده، فهم هنا swap rules يتبادلوا ادوار. اللي بعده بيقول هنا good نقط make us feel happy and loved. طيب بيتكلم هنا عن ايه؟ عايز يقول العلاقات الجيدة دي بتجعلنا سعداء. طيب كلمة علاقات دي اسمها relationships، فهنا اقول له good طبعا relationships. اللي بعده بيقول هنا علي نقط some difficulties but he was able to succeed. هنا بيقول ان علي طبعا واجه او عنده بعض الصعوبات ولكن هو قدر انه ينجح. طيب هنا عايز يقول علي عنده صعوبات. اللي بعده بيقول هنا a radio نقط is someone who writes and delivers news stories and the radio. بيتكلم هنا عن الشخص اللي بيشتغل في الراديو وبينقل لنا الاخبار يعني وبيكتب الاخبار، ده اسمه راديو ريبورتر. يبقى هنا اقول له دي وظيفة اسمها راديو ريبورتر. اللي بعده بيقول هنا It's not polite to shout نقط someone. مش من الأدب أبدا إنك أنت تصيح لشخص. طيب كلمة يصيح لي دي اسمها shout at، تزعق لحد يعني، يبقى shout at. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما اتعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الثالث والرابع. طيب بيبدأ معايا بسؤال القطعة. خلي بالك سؤال القطعة أهم حاجة إنك تقرأ القطعة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنبدأ نقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. بيقول هنا النور والأمل Chamber Orchestra. طبعا دي فرقة النور والأمل، دي فرقة موسيقية is a special musical group from Egypt. بيقول يعني إن هي فرقة موسيقية خاصة يعني من مصر. بيتكلم هنا عن فرقة طبعا النور والأمل. بيكمل ويقول they are a group of good musicians. بيقول إن يوجد فيها مجموعة كبيرة من الموسيقيين الجيدين who play beautiful music together، واللي بيعزفوا موسيقى مع بعض يعني. طيب بيكمل بيقول What makes this orchestra special is that all of the musicians are women. بيقول هنا الحاجة اللي بتخلي الفرقة الموسيقية دي بتكون خاصة ومميزة إن يعني بيقول إن كل الموسيقيين اللي فيها من السيدات and many of them are blind. كمان عدد كبير منهم بيكون مكفوف or have difficult seeing. طيب عدد كبير منهم يعني بيكون كفيف أو عنده صعوبات في الرؤية يعني. بيكمل وبيقول they play different instruments. بيعزفوا على آلات موسيقية مختلفة like the violin, cello and piano. زي طبعا الكمان والبيانو وآلة التشيلو، الثلاث آلات دي يعني. بعد كده بيقول the orchestra has been performing for a long time. بيقول ان هم يعني أدوا موسيقى لفترة طويلة. بيكمل بيقول practicing their music، وكمان بدأوا ان هم يتمرنوا على الموسيقى and learning new songs، وتعلموا أغاني جديدة. طيب بعد كده بيكمل بيقول they have even traveled to different countries. بيقول كمان ان هم سافروا الى دول مختلفة to share their music with people around the world، علشان ان هم يتشاركوا الموسيقى بتاعتهم حول العالم كله مع الناس. خلي بالك الضمير زي اللي تحت الخط هنا بيعود على الفرقة الموسيقية نفسها، تمام كده؟ طيب بيكمل بيقول النور والأمل
chamber orchestra الفرقة بتاعتنا بقى shows us that anyone can follow their dream and do something amazing. طيب بتقول ان الفرقة دي بتظهر لنا ان اي شخص يقدر انه يحقق احلامه طبعا no matter بغض النظر عن المشاكل والديفيكالتس والصعوبات زي may meet اللي هو بيقابلها، يعني مفيش مشكلة من اي صعوبات بيقابلها. طيب بعد ما قرينا القطعة وفهمنا عليها نبدأ بعد كده نحل أسئلة القطعة. بيكون عندي 3 أسئلة مقاليين على القطعة و3 أسئلة اختياري. السؤال الأول بيقول What is the main idea of the passage؟ طيب إيه الفكرة الرئيسية للقطعة؟ إحنا قلنا القطعة كلها بتتكلم عن فرقة النور والأمل. هتقدر تكتب about the النور والأمل chamber orchestra. القطعة أصلا بتتكلم كلها عن الفرقة الموسيقية اللي هي اسمها فرقة النور والأمل. زي ما قلت لك السؤال ده اللي هو بتاع الفكرة الرئيسية غالبا إجابته بتكون في أول سطر في القطعة. بيقول لك القطعة بتتكلم عن إيه؟ يبقى هي هنا بتتكلم عن فرقة النور والأمل اللي هي أول سطر كده هتكتب ذا النور والأمل طبعا chamber orchestra. أدي أول إجابة. طيب السؤال الثاني What does the underlined pronoun they refer to؟ بيقول الضمير اللي تحته الخط اللي هو they بيشير إلى إيه؟ زي هنا قلنا بتشير برضو إلى فرقة النور والأمل، يعني الإجابة رقم 2 هي الإجابة رقم 1. خلاص كده؟ يعني هتيجي هنا كده على ذا النور والأمل chamber orchestra هنكتب عليها دي إجابة السؤال رقم 1 عادي جدا، وإجابة السؤال رقم 2 بيقول لك القطعة بتتكلم عن إيه؟ عن الفرقة دي. طيب كلمة زي بقى الضمير ده بيعود عليه هم مين؟ الفرقة برضو. ممكن تقول أنت ذا أوركسترا أو تكتب الفرقة نفسها ذا النور. خلينا نكتب ذا النور والأمل chamber orchestra. هتكمل بقى لحد الايه الاخر زي ما انت شايف كده في السطر اللي فوق. يبقى اول سطر اجابه السؤالين 1 و2. طيب بعد كده السؤال الثالث What do you think makes this orchestra special؟ ايه الحاجه اللي خلت او جعلت الفرقه دي تبقى مميزه؟ طيب هو قال الكلام ده في السطر الثالث ان طبعا معظم افراد الفريق من السيدات طبعا المكفوفين. هقول له من اول هنا بقى that all of the musicians are women. معظم الموسيقيين سيدات and many of them are blind or have difficulty seeing. معظم الموجودين فيها من السيدات ويعني عدد كبير منهم بيكون عنده صعوبة في الرؤية أو بيكون مكفوف. يبقى دي الإجابة رقم 3. يبقى رقم 3 يا شباب هنبدأ من أول all of the musicians لحد إيه؟ لحد كلمة seeing بيكون عندهم صعوبة في الرؤية. يبقى دي كده إجابة السؤال الثالث. طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري على القطعة برضو. السؤال الأول the musicians play the نقط in the النور والأمل chamber orchestra. بيقول الموسيقيين بيعزفوا على آلات إيه في فرقة النور والأمل؟ خلي بالك هو قال لي بيعزفوا على 3 آلات violin cello piano. يبقى أنا هقول له هنا all of these كل هذه الآلات الموسيقية. السؤال اللي بعده بيقول هنا they traveled to north countries to play their music. هم بقى الفرقة دي يعني سافروا إلى دول عديدة علشان يعزفوا الموسيقى. طيب عايز يقول دول عديدة فأقول له many countries. هو كان بيقول لي في القطعة many. اللي بعده the word performing can be the same meaning as not. كلمة performing ممكن يكون لها نفس معنى كلمة ايه؟ خلي بالك بقى كلمة عزف أو أداء دي بتساوي عندي كلمة playing لها نفس المعنيين. نيجي بعد كده يا شباب على السؤال اللي بعده وهو سؤال اختياري. نبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقول we have a number of نقط players in our team they play in other countries. بيقول احنا عندنا عدد كبير من عايز اقول اللعيبه الدوليه في فرق مختلفه، يعني هم بيلعبوا خلي بالك في other countries يعني في دول اخرى، يبقى هم international دوليين. السؤال اللي بعده tour guides need to know English to communicate نقط foreigners. بيقول يعني المرشدين السياحيين محتاجين يتعلموا انجليزي علشان يتواصلوا مع الاجانب. كلمه يتواصل مع دي اسمها communicate with، فاقول له هنا with. واللي بعده بيقول هنا small animals نقط to protect themselves from danger. بيقول يعني الحيوانات الصغيرة بتختبئ لكي تحمي نفسها من الخطر. كلمة يختبئ دي اسمها hide، فأقول له هنا hide. اللي بعده بيقول هنا my father likes to wear a suit on نقط. طيب عايز يقول ان بابا يعني بيحب يرتدي بدلة من ايه؟ طيب هنا عايز يقول لك يعني اوكازيون خاص او عرض خاص، دي اسمها سبيشال اللي هي معناها خاص او مميز. اللي بعده بيقول هنا the نقط is my favorite musical instrument. طيب بيقول ايه هو اللي بيكون الآلة الموسيقية المفضلة بالنسبة لي؟ طيب الآلة الوحيدة اللي موجودة عندي اللي هي تشيلو. طيب بعد كده بيقول
when you read a book you can imagine what the نقط look like. بيقول لما انت بتقرأ كتاب انت تقدر تتخيل، عايز يقول الشخصيات دي عاملة ازاي. طيب احنا قلنا ان الشخصية في كتاب دي اسمها character، فهقول له هنا the characters اللي هم شخصيات في الكتاب. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا My teacher asked me to note notes of the important points. بيقول المدرس طلب مني ان انا عايز اقول لك يعني ادون النقاط المهمة. طيب احنا قلنا ان كلمة يدون دي اسمها make notes، فهنا اقول له make notes ادون او اكتب يعني النقاط المهمة. اللي بعده بيقول هنا نقط you able to help us with music. طيب خلي بالك بقى في كلمة able to قلنا دي بتعبر عن القدرة وبيجي معاها is أو are. you هنا فاعل جمع فهسأل ب are you able to، هل أنت قادر على. اللي بعده do you know how نقط this bike. سهلة جدا، قلنا know how بيجي وراها to والمصدر. القاعدة دي بتعبر عن القدرة، مصطلحات كده لازم تحفظ التركيبة بتاعتها. طيب to والمصدر يبقى أقول له to ride. بعد كده بيقول هاني نقط swim but he can fly a kite. خلي بالك بقى هاني عايز يقول ان هو ما بيقدرش يسبح ولكن يقدر يطير طياره ورق. طالما في كلمه but في النص يبقى هنا تناقض. تناقض هو هنا في الثانيه بيقول لك كان، يبقى الاولى كانت. خلاص كده يبقى ما بيقدرش يعوم ولكنه بيقدر يطير طياره ورق. بعد كده السؤال الكوريكت السؤال الاول نقط you know how to climb a mountain. طيب برضو نفس الكلام know how to لما اجي اسال عنها بسال عنها يا اما بدو يا اما بداز على حسب الفاعل. يو هنا فاعل جمع فاسال بدو، فدو يو نو هاو تو. بعد كده I can نقط ذا جيتار. طيب خلي بالك بقى كلمة كان أصلا بيجي وراها الفعل بدون إضافات، قلنا بيجي وراها الفعل في المصدر، يبقى أقول له play أنا أقدر إن أنا أعزف على الجيتار. واللي بعده بيقول هنا which musical instrument نقط play. طيب خلي بالك بقى ده سؤال في السؤال، دي كلها كده أداة استفهام، عايز بعدها فعل مساعد الأول وبعدين الفعل. كل عليك إنك هتعكس بقى، هتقول الأول كان وبعدين الفاعل اللي هو يو، الآلة الموسيقية اللي أنت بتقدر تعزف عليها، يبقى كان يو. بعد كده منار نقط how to do make up. طيب هو هنا عايزك تنفي، جايب لك نوت وجايب لك نو. طب لما باجي انفي نو هاو تو بشوف الفاعل بتاعي، منار مفرد يبقى استخدم doesn't. خلاص كده يبقى doesn't وبعدين هكتب نو في المصدر زي ما هي، يبقى doesn't know how to. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال باراجراف زي ما قلنا، السؤال ده ان شاء الله هينزل له مذكره قريب جدا على القناه. الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيكون في عندنا الدرس الخامس والسادس. طيب السؤال الاول بيقول هنا the teacher asked us to give a قرآن نقط to the story as it's too long. بيقول هنا المدرس طلب مننا يعني اننا نعمل عايز اقول تلخيص للقصه لانها يعني كانت طويله جدا. طالما القصه دي بتكون طويله جدا يبقى عايز ملخص. طيب ملخص ده اسمه summary، فاول اجابه هنا summary. بعد كده بيقول the actor became a note after that famous film. الممثل اصبح ايه يعني بعد الفيلم المشهور. طبعا عايز يقول ان هو اصبح نجم سينمائي بقى، كلمه نجم دي اسمها ستار فاقول هنا ستار. واللي بعده بيقول لي to نقط means to leave a place that you should stay in. طيب ايه اللي معناه انك انت تغادر المكان اللي يجب ان تبقى فيه، انت كده بتهرب. طيب كلمة يهرب دي اسمها escape، فده تعريف لكلمة escape. اللي بعده two nice program on TV will look back at the main نقط of the year. طيب بيقول هنا يعني البرنامج اللي هيجي الليلة في التلفزيون هيلقي نظرة عن أهم الأحداث في هذا العام. طيب أحداث رئيسية دي اسمها main events. بعد كده بيقول diving underwater looks a bit نقط. طيب الغوص تحت المية ده بيبدو عايز يقول لك يعني مخيف قليلا. خلي بالك بقى كلمة scared دي معناها خائف، أنا عايز هنا مخيف اللي هي scary فأقول له هنا scary. بعد كده بيقول نقط is a large park with machines to ride on restaurant etc. بيقول حديقة كبيرة فيها آلات يعني تقدر تركب عليها زي الملاهي وكده، والمطاعم طبعا دي theme park اللي هي حديقة الملاهي. بعد كده بيقول هنا we should نقط things such as bags, toys and other things to use them again. طيب يجب علينا ان احنا عايزين نعيد تدوير الاشياء مثل الحقائب والالعاب ونقدر كمان نستخدمها مرة اخرى. خلاص كده. طيب كلمة يعيد تدوير دي اسمها recycle، فهنا اقول recycle.
اللي بعده بيقول هنا there is a great note from the top of the tower. يوجد، عايزه المنظر رائع من قمة البرج. طيب كلمة منظر بقى دي اسمها view، فأقول هنا great view. بعد كده بيقول هنا a note is tall narrow building. بيتكلم عن مبنى ضيق مرتفع، طبعا ده تعريف للبرج. البرج اللي هو تاور، فأقول هنا tower. طيب بعد كده بيقول he not me a glass of juice but ولكن I didn't drink because I wasn't thirsty. يعني هو عايز يقول عرض عليا كوباية عصير ولكن أنا ما شربتهاش بسبب إن أنا ما كنتش عطشان. طيب عايز أقول بقى هو عرض، فدي اسمها offered. بعد كده بيقول the plane not safely and all people were happy. الطائرة عايز يقول هبطت بأمان والركاب كانوا سعداء. طيب كلمة يهبط دي اسمها land، الماضي منها landed. بعد كده بيقول I like watching not films they are exciting. أنا بحب مشاهدة أفلام إيه؟ هي بتكون يعني مثيرة جدا. طيب بتكلم هنا عن أفلام المغامرات اللي هي اسمها adventure. بعد كده بيقول هنا if the weather is nice we will have a night in the park. لو الطقس بيكون رائع احنا يعني عايز يقول هنعمل نزهة في الحديقة، هنخرج في نزهة. طيب كلمة نزهة دي اسمها بيكنيك، فاسمها have a picnic. بعد كده نقط mean the things that happen in a film. ايه اللي معناه الاشياء اللي بتحصل في اي فيلم، دي اسمها طبعا الاحداث اللي هي actions، فاقول هنا actions. اللي بعده بيقول هنا my friend is sad because his grandfather not yesterday. بيقول يعني ان صديقي بيكون حزين جدا، زعلان يعني علشان جده عايز يقول ان هو مات امبارح. طيب يبقى هنا اقول له his grandfather died yesterday. اللي بعده بيقول هنا the police told my father not to not his car here. طيب الضابط اخبر بابا يعني ان هو لا يركن سيارته هنا. طيب الفعل يركن ده اسمه park، فاقول له هنا to park. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوج، سؤال المحادثة. طبعا زي ما قلنا أهم حاجة تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. خلي بالك السطر ده مهم جدا، بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه. طيب بيقول هنا عمرو is inviting سعيد to his house to listen to some music. هنا بقى عمرو بيدعو سعيد، بيعزمه يعني ان هو يجي يسمع موسيقى معاه في البيت. خلينا نشوف كده. عمرو بيكلم سعيد ويقول له هاي I was wondering if you were busy tonight. بيقول هنا أنا يعني كنت بتساءل لو أنت مشغول النهاردة. قال له هنا هاي عمرو وقال له no لا I am not busy. why؟ بيقول له يعني أنا مش مشغول ليه؟ خلي بالك why هنا معناها لماذا. طيب السبب احنا عارفينه من فوق، هيقول له طبعا عشان عايزك تيجي تسمع معايا موسيقى. طيب دي صيغة سؤال، يبقى هنا بيقترح بطريقة السؤال. بيبقى هنا ممكن يقول would you like، هل أنت تحب يعني، طبعا ده بيقترح عليه في صيغة سؤال. Would you like to come to my house to listen to music؟ جبنا السؤال ده منين؟ من السطر اللي فوق. هو أصلا قال لي فوق إن عمرو بيعزم سعيد على إنه طبعا يسمع موسيقى معاه في البيت. يبقى هنا عمرو بيقترح عليه في صيغة سؤال Would you like to come to my house to listen to music؟ هل أنت تحب إنك أنت يعني تيجي تسمع معايا موسيقى في البيت؟ طيب ده اقتراح وافق عليه طبعا وقال له يس. يبقى هنا أول سؤال يا شباب Would you like to come to my house to listen to music؟ قال له تمام. قال له بعد كده shall I bring anything؟ طيب هل بقى ممكن اجيب معايا حاجه تانية؟ قال له حاجه، وقال له could you bring your guitar؟ بيقول له هنا تقدر تجيب معاك الجيتار. بيساله الاول هيجاوب على السؤال اللي فات وهيقول له يس لان ده سؤال بهل. بيقول له shall I bring، هل ممكن احضر شيء اخر؟ فيقول له يس بليز. ليه قلنا ايوه؟ لانه بعد كده بيطلب منه هل ممكن انك تجيب الجيتار؟ فطبعا هيقول له حاجه وقال له what about bringing some sandwiches with me؟ طيب هنا طبعا هيوافق على موضوع الجيتار فيقول برضو يس. يبقى رقم 3 برضو هيقول له ايوه اقدر اجيب الجيتار. خلينا نقول يس اوف كورس. وبدا يقول له طيب ايه رايك بقى لو اجيب معايا سندوتشات كمان؟ طيب رد عليه قال له نو ثانكس وقال له I have got enough sandwiches. احنا يعني او انا عندي سندوتشات كفايه. ساله سؤال كان اجابته at about 8 p.m. يعني حوالي الساعه 8 ده وقت. يبقى هنا بيسال عن الوقت. يسال عن الوقت يا اما بي when يا اما بي what time. خلينا نقول what time ايه الوقت اللي يجب ان انا اجي فيه. فيقول له what time وبعد كده هيقول should طبعا I come ايه الوقت اللي ينبغي ان انا اجي فيه. قال له تمام حوالي الساعة 8 مساء. يبقى رقم 4
what time should I come. طبعا should في ال هنا. طيب بعد كده في الآخر قال له okay I will be there on time. هكون هناك في الوقت المناسب أو هاجي في الوقت المناسب. فقال له طبعا see you then يعني أراك لاحقا أو أراك قريبا. يبقى هنا آخر حاجة ممكن أقول see you then. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. زي ما اتعودنا بيكون في عندنا exercise على الدرس الخامس والسادس. طيب بيبدأ معايا بسؤال الديالوج، سؤال المحادثة. طبعا أهم حاجة إنك أنت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك السطر ده مهم جدا، بيعرفك المحادثة بتتكلم عن إيه. بيقول هنا أيمن is inviting نادر to attend his birthday party. بيقول إن أيمن بيعزم نادر يعني إنه يحضر حفلة عيد ميلاده. خلينا نشوف كده. أيمن بيقول له hello it's my birthday party tomorrow. بيقول له يعني عيد ميلادي بكرة. طبعا أكيد نادر هنا هيقول له عيد ميلاد سعيد، فدي سهلة. أول إجابة هنكتب فيها happy birthday. طيب أنت بتحل من خلال فهمك للمحادثة. هو بيقول له بكرة عيد ميلادي، فطبيعي إنك أنت ترد عليه تقول له عيد ميلاد سعيد. يبقى أول إجابة happy birthday. بعد كده أيمن سأل سؤال، كانت الإجابة yes I will come to the party. أيوة يعني أنا هحضر الحفلة. واضح كده ان ايمن هنا بيدعوه لحضور الحفله. طيب صيغه الدعوه دي مهمه جدا. ممكن هنا اقول would you like to come to the party. يدعيه يعني بيقول له هل بقى انت حابب انك انت تيجي الحفله. طبعا الاجابه بيس، يبقى ده سؤال بهل. لما باجي ادعو شخص ممكن استخدم would you like. فهنا رقم 2 هيقول له would you like to come to the، هل انت حابب انك انت تيجي الى طبعا بارتي الحفله. فقال له ايوه هاجي الحفله. طيب بعد كده نقدر كمل كلامه بسؤال، كانت إجابة السؤال ده It starts at 8 o'clock. الحفلة هتبدأ الساعة 8. هنا بسأل عن ميعاد الحفلة، فهقول يا إما when يا إما what time. الاتنين صح. خلينا نقول when فعل مساعد does لأن الفعل في الإجابة آخره s، فنقول when does. الحفلة هنا هعوضها ب it وأقول start الفعل في المصدر. إمتى هي هتبدأ؟ when does it start. طيب نادر قال له who will come to the party. مين اللي هيحضروا الحفلة؟ تقدر تكتب أي حد هنا لأنه مش محدد. مثلا ممكن يقول all our friends. كل أصدقائنا هيحضروا الحفلة، فممكن أقول all our friends will come. كلهم يعني هيحضروا. ولو قلت طبعا our friends بس صح. نادر قال له سؤال بيقول له what present would you like for your birthday. ايه الهدية اللي انت حابب ان انا اجيبها لك. طبعا سؤال يعني مش منطقي، بس هو هنا ممكن يكتب اي هدية. تقدر تقول مثلا واتش ساعة او اي حاجة يعني كهدية. ممكن يقول له طلب I would like، أنا حابب يعني طبعا watch، أنا عايزك تجيب watch. هنا معناها ساعة يعني. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الأول بيقول هنا I went to a theme نقط and rode the big wheel it was exciting. أنا ذهبت إلى إيه؟ خلي بالك بقى بقول لك وركبت العجلة الدوارة اللي هي عجلة الملاهي. طيب طالما عجلة الملاهي يبقى راح مدينة الملاهي، دي اسمها ثيم بارك، فهنا أقول له بارك. اللي بعده بيقول هنا what's the note for coming late today. طيب بيسأل هنا عن السبب. ايه السبب يعني ليه تأخرك. طبعا سبب ليه دي اسمها reason for، فهنا اختار كلمة reason يعني ايه السبب لانك اتأخرت. بيقول هنا the thief نقط from prison yesterday. اللص عايز يقول لك هرب من السجن امبارح. طيب كلمة يهرب دي اسمها escape، فأقول هنا escaped. اللي بعده the teacher asked me to note my opinion in front of the class. المدرس طلب مني ان انا اقدم رأيي دي اسمها present my opinion، فهنا اقول present. يبقى هنا هختار كلمة present. اللي بعده بيقول هنا I had a note from my friend to his birthday. انا عايز اقول يعني تلقيت دعوة من صديقي. دعوة دي اسمها invitation، فاقول هنا invitation. بعد كده بيقول she wants to write well so she decided to note calligraphy. بيقول هي عاوزة انها تكتب بخط كويس، علشان كده قررت انها عايز يقول بقى تعمل تحسين الخط، دي اسمها do، يبقى do calligraphy. اللي بعده بيقول هنا when does the plane to Paris take note. امتى الطائرة الى باريس عايز اقول لك انها تقلع، دي اسمها take off، يبقى هنا off. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا not you able to paint the scenery. خلي بالك احنا قلنا able to لما اجي اسأل عنها بسأل عنها يا اما بإز يا اما بآر. الفعل هنا you جمع، يبقى هسأل بآر هل انت
قادر انك ترسم منظر طبيعي، يبقى are. اللي بعده she not know how to cook at all. نفس الكلام برضو، كلمة know how to دي لما باجي انفيها يا اما ب doesn't يا اما ب don't، هو هنا عايز ينفي، هي مش قادرة انها تطبخ. طيب الفعل مفرد يبقى know how to انفيها ب doesn't. اللي بعده بيقول هنا ماجد and ريان are bad actors. طيب they not to act، هنا بيقول ان ماجد وريان دول ممثلين سيئين يعني. طيب خلي بالك بقى، هم لا يستطيعوا ان يمثلوا. طيب لا يستطيع دي يبقى عايز نفي، يبقى الوحيده اللي تنفع عندي اللي هي aren't able، وهو مديني to المصدر، يبقى هنا aren't able. طيب بعد كده نكمل مع بعض، بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الاول بيقول my mother can not a cake. ماما بتقدر انها تعمل كيك. خلي بالك بقى، كلمة كان بيجي وراها زي ما قلنا الفعل في المصدر، المصدر بقى اللي هو make، اللي هو الفعل يعني بدون اضافات، يبقى كان make. اللي بعده بيقول هنا نادر نقط how to drive a car. نفس الكلام برضو، هو هنا عايز يقول نادر knows how to، لان نادر هنا مفرد فهي اسمها knows. لو كان جمع كنا قلنا know how to صح، يعني نادر بيقدر انه يقود سيارة. بعد كده نبيل and عبد الله نقط go out tonight because they have a lot of homework. طب خلي بالك بقى، نبيل وعبد الله عايزين مش هيقدروا يخرجوا النهارده بسبب ان هم عندهم واجبات كتير. طيب يبقى هنا محتاج ينفي، ما ينفعش هنا اقول كان، طالما عندهم واجب كتير يبقى هم can't مش هيقدروا يخرجوا الليله يعني، فهنا عايز نفي فاقول له can't. اللي بعده بيقول هنا ماجدة نقط play tennis. ماجدة بتقدر تلعب تنس. احنا قلنا ان كلمة able ما بتجيش لوحدها، لازم قبلها is او are. ماجدة هنا مفرد فهتقول is وبعدين able، ولازم برضو يجي بعدها to، التركيب على بعضها رجالة، فاقول is able to. سؤال باراجراف طبعا زي ما قلنا ان شاء الله ينزلوا مذكرة قريب جدا على القناة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما اتعودنا، بيكون في عندنا امتحان نهائي على الوحدة التاسعة بالكامل، بيبدأ معايا طبعا بسؤال الليسن، سؤال نص الاستماع. السؤال ده هو عبارة عن نص صغير، النص ده بتسمعه كويس جدا في بداية الامتحان، ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ انك تختار الاجابات اللي قدامك دي. طيب علشان النص ده موجود عندك في اخر الكتاب فهتلاقيني بسيب لك السؤال ده زي واجب كده، اقرا النص على مهلك وبعدين ابدأ اختار الاجابات اللي قدامك دي، وبعد كده احل لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو سؤال الدهلك، سؤال المحادثة. طبعا اهم حاجة انك انت تقرا المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل، وخلي بالك السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه. بيقول هنا هلال is inviting مازن to watch the match with him. هلال بيدعو مازن، بيعزمه يعني ان هو يتفرج معاه على المباراة. طيب خلينا نشوف كده، مازن بيكلم هلال وبيقول له hello how are things، بيسأله يعني عامل ايه، قال له fine، رد عليه وقال له بخير يعني، وبدأ يسأله سؤال. علشان اعرف السؤال ده لازم ان انا اقرا الاجابة. طيب الاجابة انه قال له yes I would love to why، يعني واضح ان هو بيعزمه وبيقول له انا حابب بس ليه. طيب هو بيعزمه عليه، هو قال لي في السطر اللي فوق اصلا يعني هو عايز ان هو يجي معاه البيت، يبقى اول اجابة هيعزمه طبعا في صيغة سؤال، قلنا would you like to come to my house، هل انت يعني ممكن تيجي معاه البيت. خلي بالك بقى صيغة الدعوة دي مهم جدا انك تحفظها، لما تحب تدعو شخص لشيء بتقول له would you like، would you like to تكتب الفعل اللي انت عايزه، هنا بيقول له would you like to come to my house. تمام كده. طيب قال له ايوه انا حابب، واي لماذا، برضو احنا عرفنا الاجابه من السطر اللي فوق، قال لك to watch the match، علشان ايه، علشان يشاهد المباراه، فهنا هيقول له to، هتكتبها له بقى الاجابه to watch يعني لكي نشاهد، ممكن اقول له the match together علشان نتفرج على المباراه سويا يعني، يبقى رقم 2 هقول to watch the match together يعني علشان نتفرج على المباراه مع بعض. طيب مازن بعد كده قال shall I bring food with me، هل ممكن اجيب طعام معايا يعني، قال له حاجه، قال له we have got enough food، معنا او عندنا طعام كفايه، فاكيد هنا بيقول له لا. فرقم 3 ممكن تقول مثلا no thanks، بترد يعني لا شكرا عندنا طعام كفايه. طيب سأله سؤال كمان، قال له could you bring your tablet، هل ممكن ان انت تجيب التابلت بتاعك، قال له of course بالطبع، وسأله سؤال كمان، اجابته كانت at 7:30 الساعه 7:30، يبقى بيسأل عن الوقت اللي يروح فيه. زي ما اتعودنا بقى بسأل عن الوقت يا اما بي when يا اما بي what time، خلينا نستخدم what time، وبعدين هنا هتقول وراها should يعني ايه الوقت اللي يجب ان انا اجي فيه، what time should، وبعدين الفاعل اللي هو I وبعدين come، هو اللي بيسأل ايه الوقت اللي المفروض اجي فيه، what time should I، والفعل في المصدر طبعا عشان should فاقول come. قال له الساعة 7:30، قال له great shall I bring my camera، اجيب الكاميرا معايا. طيب قال له هنا حاجة وقال له see you then،
طيب هنا تقدر تقول أيوة يعني، فهيقول له yes، وممكن يقول له طبعا بليز أيوة من فضلك هاتها معاك، وقال له طبعا أراك لاحقا. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بتبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة. طيب زي ما قلنا قبل كده، أهم حاجة إنك تقرأ القطعة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنقرأ القطعة بتاعتنا علشان نحل عليها. بيقول هنا one day my wife saw a mouse running across the kitchen floor. طيب في أحد الأيام زوجتي رأت فار، يعني شافت فار بيجري في أرضية المطبخ. طيب بعد كده بيقول she was afraid of it، هي كانت خايفة منه. she ran out of the house، هي جريت من البيت يعني مشيت. go on a bus، ركبت أتوبيس and went down to the shops، ويعني ذهبت إلى المحلات. she bought a mouse trap، هي اشترت مصيدة للفار. بعد كده بيقول the shopkeeper اللي هو البائع في المحل said to her، قال لها يعني put some cheese in it، ضعي بعض الجبنة في المصيدة. and you will catch the mouse، وانت هتقدري ان انت تصطادي الفار، يعني حطي جبنة في المصيدة تصطادي الفار. طيب she went home، هي راحت البيت. she looked at the fridge، ونظرت جوه التلاجة. but ولكن she couldn't find any cheese in it، ولكن بقى ما لقيتش اي جبنة في التلاجة. طيب خلي بالك زي ما قلنا الضمير هنا it بيعود على التلاجة، ما لقيتش حاجة جواها يعني. she cut a picture of cheese out of a magazine، قطعت صورة للجبنة من مجلة يعني. and put that in the trap، وحطتها في المصيدة، حطت صورة للجبنة في المصيدة يعني. when she went to the kitchen، لما رجعت للمطبخ the next morning، في الصباح التاني there was a picture، وجدت صورة of a mouse للفأر beside the picture of the cheese، يعني لما راحت تاني مرة لقيت صورة للفار يعني جنب صورة الجبنة. ده نكمل مع بعض أسئلة القطع. السؤال الأول بيقول هنا what is the best title of the text، أفضل عنوان للنص. ممكن هنا تقول مثلا a funny story، قصة مضحكة. طبعا النص كله عبارة عن قصة يعني جميلة كده ومضحكة، فهنقول a funny story يعني قصة مضحكة، وأي عنوان تاني طبعا هيكون صح. خلاص كده. طيب بعد كده بيقول what do you think of the woman، بيقول يعني ايه رأيك في السيدة. طبعا واضح ان هي ما شاء الله يعني كانت مش ذكية خالص، فأقول I think، أنا أعتقد. ممكن أقول مثلا she is أو isn't clever، خلينا نقول she isn't clever، يعني هي ما كانتش ايه شاطرة أو ماهرة يعني. بعد كده بيقول what does the underlined pronoun it، الضمير it اللي احنا قلنا عليه في القطعة بيشير إلى ايه؟ طبعا قلنا واحنا بنقرأ ان هو بيشير إلى التلاجة، فأقول هنا the fridge، إلى يعني التلاجة. طيب بعد كده بيكون عندنا 3 أسئلة اختياري على القطعة برضو. نبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقول هنا the word trap means a machine that helps people to نقط mice. طيب قلنا كلمة trap اللي هي مصيدة، دي الأداة أو الآلة اللي بتساعد الناس إن هم يصطادوا الفئران. يصطاد دي اسمها catch، فأقول له to catch mice. بعد كده بيقول the wife saw the mouse in the الزوجة رأت الفار يعني فين؟ طبعا كان في المطبخ، يبقى أقول kitchen. اللي بعده بيقول she cut نقط of cheese out of a magazine، هي قطعت ايه للجبنة من المجلة. طبعا هي قطعت صورة اللي هي picture، فأقول هنا cut a picture. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال اختياري. نكمل مع بعض. السؤال الأول بيقول لي do you have any tickets for the نقط I like music. طيب بيقول هل أنت يعني معاك أي تذاكر ليه إيه؟ أنا بحب الموسيقى جدا. بحب الموسيقى يبقى عايز تذكرة لحفلة موسيقية. حفلة موسيقية اسمها concert، فأقول هنا concert. واللي بعده the children all wore funny نقط for the family party، كل الأطفال لبسوا يعني عايز أقول لك ملابس تنكرية مضحكة لحفلة العائلة. طيب خلي بالك بقى، عايز هنا ملابس تنكرية دي اسمها costumes، فأقول costumes. اللي بعده a firefighter is the person who نقط fires. طيب رجل المطافي ده الشخص اللي عايز يقول بيوقف الحريق. طيب كلمة يوقف دي اسمها stops، بيوقف الحرائق يعني، فهنا أقول له stops. بعد كده بيقول if a person، هنا بيقول يعني لو شخص is not she can't hear، لو في شخص بيكون ايه هو يعني ما بيسمعش كويس، ما بيقدرش يسمع، يبقى ده deaf اللي هو طبعا أصم. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا Lara always gives her grandmother a big نقط when she sees her. طيب بيقول هنا لارا دائما
بتعطي جدتها يعني بتديها ايه بقى لما بتشوفها؟ طبعا عايز يقول ان هي بتديها حضن كبير لما بتشوفها. طيب كلمة حضن دي اسمها hug، فاقول هنا a big hug. السؤال اللي بعده بيقول هنا she invited me نقط her wedding. هي عزمتني، عايز يقول على حفلة الزفاف. كلمة invite بيجي معاها حرف الجر to، فاقول هنا طبعا invited me to wedding. بعد كده بيقول my little brother اخويا الصغير started to نقط بدأ ايه after he fell and hurt his hand. بدأ ان هو طبعا يبكي بعد ما سقط وجرح ايده يعني. طيب كلمة يبكي دي اسمها cry، فاقول هنا to cry. بعد كده how نقط you able to do that. احنا قلنا اول ما تشوف able to افتكر بقى بتسأل عنها يا اما باز يا اما are. انا عايز هنا فعل مساعد. طيب you جمع، you جمع يبقى استخدم are، يبقى how are you able to. بعد كده بيقول does he not to plant a tree. برضه عايز يعبر عن القدرة، بيسأل هنا does. اللي بعبر بيها عن القدرة وبسأل عنها does هي know how to. بس خلي بالك بقى does بيجي وراها المصدر، اوعى تتلخبط فهتقول لي no ما تقولش knows، يبقى does he know how to. بعد كده I am afraid of the water because I know swim. أنا بخاف يعني من المية بسبب إن أنا طبعا طالما بخاف من المية يبقى أنا مش بقدر أعوم. أنا عايز أعبر عن عدم القدرة، يعني عايز نفي. النفي الوحيد اللي ينفع اللي هو can't، يبقى can't swim. طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال correct. السؤال الأول she not to read music by using braille. طيب عايز يقول إن هي بتقدر إنها تقرأ بطريقة برايل. طيب قلنا able لها تركيبة كده is able to على بعضها، ما ينفعش حاجة تنقص. طالما she مفرد يبقى أقول as وبعدين able، وأنت طبعا هو كاتب لك هنا to المصدر، خلاص كده. بعد كده not you speak English، قال له sure I can speak English. طيب هنا بيقول له I can، بيعبر عن القدرة بكان. ار ما ينفعش ابدا يجي وراها فعل في المصدر، اللي بيجي وراها فعل في المصدر هي كان. فهنا can you speak، هل انت بتقدر تتكلم انجليزي؟ قال له ايوه انا بقدر. بعد كده my sister نقط how to design apps. طيب هو هنا طالب منك نفي، بيقول لك not no، عايز يقول ان اختي مش بتقدر انها تصمم تطبيق. طيب لما باجي انفي كلمه no بنفيها ب don't او doesn't. طيب اختي دي مفرد يبقى اقول doesn't وبعدين الفعل في المصدر زي ما هو اللي هو no، ف doesn't know how to. بعد كده my brother can not fast he won the last طبعا ماراثون. بيقول اخويا بيقدر انه يجري. خلي بالك بقى كان اصلا احنا قلنا بيجي وراها الفعل في المصدر بدون اي اضافات، فالصح انك تقول run كان run. بعد كده سؤال الايميل زي ما قلنا ان شاء الله اليومين الجايين دول هيكون فيه مذكره خاصه بالاسئله دي.